جنوب الجزائر صحراء ساكنة تحتها وحش نائم. منجم غار جبيلات أحد أكبر احتياطات الحديد الخام في العالم، 3.5 مليار طن. مشروع دولة وحلم منذ الاستقلال. الجزائر لم تعد تريد فقط أن تصدر الغاز بل الحديد أيضا. وبين عامي 2023 و 2030 خطط لاستغلال المنجم على مرحلتين. المرحلة الأولى 2 إلى 3 ملايين طن سنويا. المرحلة الثانية تصدير ما بين 40 إلى 50 مليون طن. لكن كل تلك الطموحات تعتمد على شريان واحد، وهو الماء. في الرباط قصر تحيط به ملفات أكثر من الحرس. داخل غرفة مغلقة تعرض خريطة الجزائر أمام الملك محمد السادس. هذا المنجم، قال المستشار مشيرا إلى نقطة في تندوف، يحتاج يوميا مئات آلاف الأمتار من الماء، ومعظمه يأتي من وادي كير. الملك لم يجب، فقط أشار بيده. سد قدوسة، مشروع جديد وضع على الطاولة. وادي كير نهر موسمي يمر من أعالي الأطلس المغربي، يتسلل نحو الجزائر ليغذي مناطقها الصحراوية وأهمها بشار. لكن فجأة في عام 2021 بدأت المغرب ببناء سد قدوسة على النهر. سعة تخزينية تقدر ب220 مليون متر مكعب. ما يبدو كإنجاز مائي هو في الحقيقة قيد استراتيجي. المياه التي كانت تتدفق إلى الجزائر توقفت. في سد الجرف الأصفر الجزائري بدأ المنسوب ينخفض، وفي غار جبيلات بدأ المشروع يشعر بالعطش. الجزائر لم تطلق إنذارا عسكريا، لكنها أطلقت إعلامها. اتهامات صريحة: المغرب يتعمد تجفيف مناطقنا الحدودية. ثم تصعيد رسمي: سد قدوسة يخترق اتفاقيات الأنهار العابرة للحدود. لكن الرباط التزمت الصمت، بل ردت بهدوء قاتل: هذا هوس جزائري، أنتم ترون مؤامرات في كل شيء. الماء في هذا النزاع ليس مسألة بيئية، بل أداة لشل الاستثمار الضخم الجزائري. معالجة خام الحديد تتطلب كميات ضخمة من المياه، غسل الطين، الفصل المغناطيسي، والتبريد الصناعي. إنتاج الطن الواحد من الحديد قد يستهلك 3 أمتار مكعبة من المياه. إذن بدون ماء لا يوجد إنتاج، وبدون إنتاج غار جبيلات يتحول من حلم استراتيجي إلى حفرة مكلفة في الرمال. في السر بدأت الجزائر تبحث عن حلول بديلة: حفر آبار في الصحراء، مشاريع تحلية المياه، مد أنابيب من أقصى الشمال. لكن جميع هذه البدائل مكلفة، بطيئة ومحدودة. وهنا يظهر السؤال المزعج في دهاليز الدولة: هل وقعت الجزائر في فخ جيو استراتيجي؟ أم هل سد قدوسة تم بناؤه بقرار تنموي أم بقرار استخباراتي؟ تقارير فرنسية وإسبانية تؤكد: الرباط تابعت بدقة مراحل الإعداد لمشروع غار جبيلات، وحددت نقاط ضعفه ومنها المياه. الجزائر لم تبقى متفرجة، بل ردت في اتجاه آخر، وهو تونس. تقارير تؤكد أن الجزائر قلصت منسوب المياه في بعض الأودية العابرة نحو تونس، وأقامت سدودا صغيرة. إذا كان الماء سلاحكم فسنريكم كيف يستخدم. لكن هذه المعركة أصبحت مزدوجة، جيوسياسية وجيولوجية. فلا الرباط ستتراجع عن قدوسة، ولا الجزائر ستفرط بغار جبيلات. بين السطور هناك شيء أخطر: من سيتكفل بتمويل بدائل الماء لغار جبيلات؟ هل تدخل الصين عبر مبادرة الحزام والطريق؟ أم هل تستغل روسيا هذا الانقطاع للدفع بخطوطها اللوجستية البديلة؟ أم أن فرنسا والغرب يرون في فشل المنجم فرصة للتقليل من النفوذ الصيني في المنطقة؟ في دهاليز السياسة كل شيء ممكن. لم تطلق رصاصة، لكن غار جبيلات ينزف من العطش. والمغرب لا يحتاج لجيش كي يحاصر المشروع الجزائري، بل سد واحد فقط في الوقت والمكان المناسبين. الماء لم يعد حياة فقط، بل أصبح سلاحا. قالها أحد الدبلوماسيين الأوروبيين وهو يراقب من فوق خارطة الصحراء: هل ستتمكن الجزائر من إنقاذ مشروعها المعدني قبل فوات الأوان؟ أم هل نشهد مواجهة مفتوحة في ملف المياه؟ وهل ستتحول الصحراء الكبرى إلى مسرح حرب موارد؟ ابقى معنا في كود الظل، حيث كل شيء يبدو طبيعيا في الظاهر، لكن الحقيقة مخبأة في العتمة.
إن كنت تبحث عن الصوت الآخر، الوجه الخفي للأحداث، فاشترك الآن وفعل جرس الإنذار، لأن القادم أخطر. كود الظل. هنا تبدأ القصة.